يا فرحة عمر فايق. أول شغلانة اشتغلتها باظت. خلاص هو هيبقى كويس. ميه يا جماعه ميه. مش زعلان بس فرح فايق. المحطة التالية محطة. أول شغلانة ليا عميل طلب مني إن أنا أعمل كان لمشروب ما. كنت مبسوط قوي وكنت فاكر إن أنا خلاص دخلت المجال. بس هنا كانت المشكلة، من كتر حماسي إن أنا ابتديت أول خطوة ليا في المجال نسيت أهم حاجة، إني أرتب أفكاري وأرتب البروسيس اللي أنا همشي بيه. طب هي كانت إيه أصلا الخطوات اللي المفروض أمشي بيها؟ أنا على حسب مشروعك ممكن تنفذهم كلهم، ممكن تنفذ خطوتين 3 بس منهم، واحتمال برضو تستخدم أكتر من برنامج، مش شرط برنامج واحد، وتروح وتيجي ما بين البرامج. وده اللي بيحصل في الشركات الكبيرة عامة، وده اللي بيسموه 3D Work Pipeline. كل خطوة فيهم تستاهل فيديو لوحدها. في شركات كتيرة بالنسبة لهم كل خطوة فيهم تخصص لوحده بيعملها شخص بروفيشنال بيعمل الحاجة دي بس. أول خطوة طبعا هي الموديلنج. أصل أنت ازاي هتبدأ مشروع 3D من غير الشكل نفسه اللي هيبقى موجود قدامك، سواء بقى كان شخصية أو شجرة أو صخرة كرسي كنبة. والطرق بتاعته كتيرة جدا، أشهرها البوليجونال موديلنج، وهو إن أنت تتحكم في الشكل أو تكون الشكل عن طريق النقط والخطوط والأوجه. وده هايل جدا لو هتستخدمه في حاجات خفيفه او في اشكال خفيفه ما تجهدش الجهاز من كتر الحاجات والتفاصيل اللي تبقى موجوده فيه. عشان كده هو ممتاز جدا للالعاب او اي حاجه بتشتغل ريل تايم. تاني تكنيك هو السكالبتنج او النحت، وده هايل جدا لو انت تشتغل على حاجه تقيله فيها تفاصيل كتير، لان انت بتتعامل مع كميه فيسز وايدجز وفيرتسز كتيره جدا بالملايين. تالت حاجه هو تكنيك ما حدش بيتكلم عليه كتير قوي لان هو ليه استخدامات معينه، وهو ال 3 دي سكان. ده ان يبقى عندك شكل اصلا حقيقي وعايز تدخله في 3 دي، فساعتها بتستخدم يا اما كاميرا بروفيشنال يا اما حتى بالكاميرا بتاعه الموبايل بتاعك تاخد صور كتيره من كل الزوايا بتاع الشكل. ممكن على برنامج على الكمبيوتر زي مثلا رياليتي سكان ياخد الصور دي كلها ويحولها لشكل 3 دي جوه المشهد بتاعك. الماتيريال هي خامة الشكل اللي انت بتكونها، وتكون قادر تفرق ما بين الخصائص، يعني مثلا خامة الخشب غير خامة الازاز غير خامة المعدن، رغم ان كلهم مواد صلبة بس كل حاجة فيهم ليها شفافية وانعكاس مختلف. يعني مثلا الكان اللي انا جربت اعملها هي كلها معدن، فانا لو حطيت عليها خامة معدن هيبقى كلها لون واحد، فساعتها يجي بقى دور التكستشرز. وهو ببساطه عباره عن صور، في صور منها بتحدد نعومه الجزء وخشون الجزء، في صور بتحدد شفافيه الجزء او ان جزء تاني مصمت. يعني انت قصدك ان انا الشكل قدامي انا بلون عليه على طول دايركت؟ لا، هنا بقى يجي دور اليوفي انراب، وهو ان انت تحول الشكل بتاعك من مجسم لشكل مسطح تقدر تلون عليه. مش هنقعد بقى، بس اللي بعد كده احلى مرحله انا بحبها، اللايتنج. انت مش متخيل ان الاضاءه ممكن تودي مشهد من حته لحته تانية خالص. يعني مثلا ممكن تحول مشهد نهار خارجي لمشهد في فيلم رعب. انت ممكن تعمل افيه بالاضاءه، بس خلي بالك ان الاضاءه لو طلعت وحشه كل الشغل اللي انت عملته قبل كده مش هيبان. اللي بعده التحريك والانيميشن. دي مرحله مش كل الناس هتستخدمها. يعني لو هتكتفي بصوره ثابته فانت تقريبا تمام، انما لو فيديو فما ينفعش من غير تحريك، سواء هتحرك الايتمز اللي موجوده معاك في المشهد او حتى تحرك الكاميرا. ودي ليها قواعد معينة فخلينا نتكلم فيها في فيديو لوحدها، لان هي لو ما اتعملتش حلو ممكن المشهد ما يبانش سموث كفاية. طيب لو انا هحرك كاركتر هحركه زي ما بحرك ترابيزة ولا كرسي؟ اكيد لا. هنا بقى تيجي مرحلة الريجنج، وهو باختصار ان انت بتحط عظم جوه الشخصية بتاعتك علشان تقدر ان انت تحركها بشكل واقعي. ودي مرحلة بتعقد ناس كتير، بس التكنولوجيا دلوقتي اتطورت، ففي ادوات ممكن تساعدك بشكل احسن بكتير قوي من قبل كده. ومن كتر ما هي حاجه تكنيكال قوي هي ممكن تبقى شغلانه لوحدها. الريندر هو ان السوفت وير بيترجم كل اللي انت عملته قبل كده، سواء بقى الموديلنج او اللايتنج او الانيميشن، وبيكون منها منتج نهائي بهيئه صوره او فيديو. بس خلي بالك قبل ما تدوس ريندر وتاكد ان انت مش ناسي اي حاجه، واعمل كوبايه شاي ودوس. انا نسيت احط سكر.